بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. إنجيل هذا الصباح المبارك جزء من الإصحاح 10 من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، والأعداد من 21 ل 24. ربنا يسوع المسيح عجيب في ألوهيته وعجيب في أبوته. عجيب. الجزء الصغير ده 3-4 آيات ده فيه شوية حقائق رهيبة، بس في أوقات كتير قوي بتوه عن عينينا. كل المجد بتاع المسيح الابن، كل مجد الآب، كل مجد السماء، كل الأمور اللي هي لا تفهم، ما نقدرش نفهمها بالعقل، لازم نفهمها بروح القدس. يحكي الكتاب يقول إنها تعلن للأطفال. يقول لأنك أخفيت هذه كل الحقائق دي عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. إذن أول حقيقة، لعاوز تدخل لأعماق علوية إلهية عالية قوي، كن طفل. 2، قل له اعلن لي، مش بالشطارة، مش بالمذاكرة يعني ممكن أدرس وأعمل دراسات كتير في الكتاب واليهوديات وحاجات كتير، إنما لو الروح القدس ما سمحش إنه يعلن لك متحيلش عليه، تظل كل المعلومات في راسك. عايز أقول لكم حاجة يعني، وتعمل لك توهة. أكم ناس بقى تاهت وخبطوا في بعض، دي بتنقال ازاي ودي بتتعمل ازاي، والكلمة دي مظبوطة والكلمة دي مش مظبوطة، وصراعات ونقاشات عاوز الحاجات دي تعلن لك. كن طفل. يعني ايه كن طفل؟ يعني تبقى سنك صغير ترجع سنك صغير؟ لا، وقف امامه، سلم حكمتك، سلم علمك، سلم مفهوميتك. قول له يا رب انا ما بفهمش. عشان كده القاعده اللي عملها الروح القدس واشار اليها في كورنثوس وقال كده: اختار الله مين؟ جهال العالم، اختار الله الضعفاء، اختار الله الادنياء، اختار الله المصدرة، صغيرين قوي. عشان يعمل ايه؟ عشان يفهمهم، يوريهم. كن طفل، اقف امامه، قول له انا مهما عندي مش فاهم حاجه، يعلن لك. وقول له يا رب اعلن لي. عشان كده دي الحقيقه رهيبه، ان الامور الروحيه تعلن لاولاد الله، يعلنها لهم. عشان كده جاء بعد كده يقول حقيقه تانية، يقول طبعا الحقيقه الاولى انه اطفال ويعلى اليوم، دي المسره. بعدين يقول كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يعلن له. تاني حقيقة أن كل ما للآب هو للابن. فأقول لك الحقيقة بقى التانية، أنه كل ما هو للابن ليك وليكي. عشان كده بنقول له كل ما لي، قال له كده كل ما لي فهو لك، كل ما لي فهو لك. طب هقول لك أبسط حاجة، كل ما له هو لينا. المحبة اللي ما بين الآب والابن بقت لينا. دي حقيقة تانية، أن كل ما لي فهو لك، لأن كل ما للآب صار للابن، وكل ما هو للابن اللي هو والآب واحد صار لينا.
حقيقة تانية، ودي مترتبة على الحقيقة الأولى. فلو أنت طفل ومسلم حكمتك البشرية واستقبلت إعلان إلهي منه، تستمتع بكل اللي ليك، كل اللي ليك. حقيقة الثالثة قول لهم إيه؟ راح بقى كده للتلاميذ قال لهم: طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظر ما تنظرون، لأن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظروا فلم ينظروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. والكنيسة خدت الآية دي وعملت عليها أشية الإنجيل. حقيقة الثالثة هي أن لك عين تنظر وأذن تسمع، هي مترتبة على الاثنين اللي فاتوا. الشخص الروحي لو مش بيشوف يبقى في حاجة غلط، لو ما بيسمعش يبقى في حاجة غلط. 3 حاجات دولت عايز تختار تكون معاه في الطريق وتبقى مش من الأرض، تبقى من السماء. 1، سلم مفهوميتك، سلم حكمتك البشرية، سلم علمك، سلم ثقافتك، سلمها واللي بين ايدك. اقف امامه وقول له: انا جاهل، فسيصيرك حكيما. لكن تقول له انا حكيم، يقفل عليك. معرفة الروح القدس معرفة عالية جدا. فكن طفل واطلب انه يعلن ليك الروح القدس. قول له: انا عايز اعلانات، عايز افهم، تفهم بالروح مش تفهم بالجسد. فده امر منتهى الخطورة، لانه بقينا في مسيحيتنا وعبادتنا بقت عبادة معرفية شكلية، مش معرفة اختبارية. حياتنا في المسيح مش مبنية على المعرفة، لكن مبنية على الاختبار. وكل يوم لك اختبار، وقول له: من فضلك اعلن لي. يعني اعلن لك مثلا مرة وخلاص؟ لا، لما تطلع مراسي 3 يقول لك ان عطاياك هي جديدة لي في كل صباح. تعرف يعني ايه كلمة عطاياك؟ يعني اعلاناتك. كل يوم يعلن لك. تقول لي: ما انا حضرت قداس امبارح. انا عايز اقول لك ان اعلانات القداس النهارده غير اعلانات امبارح، واللي دولك النهارده غير دولك امبارح. كل مرة تقرا الكتاب وانت جاهل يعطيك اعلان جديد، والايه تديك اعلان جديد. اعلانات طول ما انت عاوز تتحايل على الروح القدس اللي هو يعلن لك. تاني حاجه ما تنساهاش، انك تستمتع بكل اللي ليك. انا يعني بيصعب على الواحد حاله، عايش فقران وابو غني. فقران في الحب، وابوه غني عنده ثلث الحب. فقران في الحرية، لسه مقيد بحاجات كتير، وابوه عنده كل الحرية مديها لك. فقران وانت مش واخد بالك ان كل ما لي فهو لك. استمتع بالحقيقة دي. الحقيقة الثالثة، استمتع ان عينك ترى كل يوم، اذنك تسمعه كل يوم. تخيل واحد بقى عايش بحكمته، رجع بربنا، ومش مستمتع بالعطايا اللي ربنا مديها له، وعينه ما بتشوفش، ما صدش الامور الجسديه، لان اكم ناس اكفاء لكن مبصرين روحيين، وكم ناس مفتحين لكن عميان. والكتاب قال الحقيقه دي قبل كده. الحقيقه الثالثه انه لو واحد مش شايف وما بيسمعش، طب عايش ازاي؟ طب ايه الفرق بيننا وما بين حد في العهد القديم؟ ما فيش فرق، هو خطايا وبنعمل خطايا، ضعفات وبنقع فيها،
حب وما بنحبش، نية مش حلوة مش طب ايه بقى الفرق يعني؟ بنقرا الكتاب ما فاهم حاجة مش فاهم، طب شايف حاجة مش شايف، حاسس أنا فيش. ليه؟ الحقائق الثلاثة دول غايبين. اعلن أنك أمامه تحتاجه، قل له يا رب أنا طفل مش فاهم، فهمني. استمتع بكل العطايا اللي اديها لك. وآخر حاجة قل له اديني عين تشوف ودان تسمع، حينئذ تسمع انه التطويبه ديت، انه يقول انك يا رب اخفتها عن الحكماء والفهماء اعلنتها للاطفال. نعم ايها الاب، لان هكذا صارت المسره امامك. يعني دي مسره الله ان احنا نعيش كده. الله يدينا نستمتع بهذا الاعلان. حل عليه، حل على روح الله، قل له يا روح الله افتح عن عيني فأراك. لأن الروح القدس مهمته ياخد من المسيح ويديك. حل طول القداس كده، قل له اكشف لي عن حقائق كثيرة، انشغل بيه. الله يدينا ندخل إلى هذه الأعماق، ولإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.